وكنت دائما ألعب الكرة مع زملائي في المدرسة ده عمرهم ما كانوا بيرضوا يلعبوني معاهم، لا. وكنت هو الواد طارق بطرمان العسل اتأخر ليه؟ لا يكون لازق في حد وهو ماشي. منور الكافيه يا باشا. شكرا يا سيدي. العصير اللي انت طالبه. ايوه انا طالبه عشان خطيب بنتي، خليه. شكرا. وكنت دائما حماية العزيز عبد حميد. اهلا بطرمان العسل اللذيذ طارق. خير يا حماية، انت اول ما كلمتني سبت فنانتنا الكبيرة عليا باريزة في الاستوديو وجيت لك جري. شوف يا طارق، انا عاوزك في موضوع واحد مهم جدا، 2 سري جدا، 3 محتاج لبطرمان للعسل والذكاء زيك جدا. ادام قلت ذكاء يبقى عرفته يا عمي. ياه، للدرجة دي باين على وشي؟ ده مكتوب على وشك بالجاف يا عمي، بس ما تحاولش. اهو ده اللي انا كنت خايف منه. اتفقنا من الاول ان الستاير عليكم، فما ينفعش نرجع بعد كده ونغير كلامنا. الستاير عليكم يعني ستاير عليكم، انا اساسا ما معيش فلوس اتجوز. يا ابني اطمن، ستايرك وملتكناتك عليا، انا بس عاوزك تساعدني يا طارق ارجوك. طارق، انا قررت اكتب مذكراتي ومشوار حياتي يا عين. مشوار حياتك يا عين ايه يا عمي؟ ده انت يا دوب فركة كعب، يعني الكتاب اخره يوم ما يتنعظم يبقى صفحة. لا عندك حاسب، ده انا الاعدادي بتاعي بس يكتب مجلدات. يعني في احداث مثيره كده يا عمي زي اللي قالتها لي عليا باريزة النهارده في الاستوديو؟ لا يعني انا مذكراتي تختلف شويه عن عليا باريزة بتاعتك دي. انا مذكراتي لخدمه الشباب. اهو ده نفس غرض عليا بالظبط. بص يا حمايه، اللي يكتب مذكراته زي بالظبط اللي يقف في الدور الثاني في البلكونه بالبوكسر ابو شفايف، لازم فضايح، جرس، قله ادب، وانت مش قليل ادب. فهمت، فضايح وجرس. خلاص، يبقى انا هكتب في اول فصل في المذكرات ان انا اعرفك. عليا حرقت لك الفصل ده وهتكتب كل علاقاتها الدنيئه بيا في الفصل الثاني. انا هقول لك وانت اكتب، حبش ولبش واكتب باسلوبك الواطي. يناولني. طيب ناولني يا عم. نبتدي. الاسم عبد الحميد عبد العظيم. العرف تحب نبدأ منين يا طارق؟ زي ما انت عايز يا عم. من يوم ما اتولدت. لا يا عمي، لا انت فاكر ان انا هقعد واستحمل اسمع كل مذكراتك من يوم ما اتولدت؟ طب خلاص من غير عصبية. من يوم التلات. ايه التلات ده يا عم؟ يوم ما امي ولدتني. خبيني. خير اللهم اجعله خير يا استاذ عبد الحميد. في ايه؟ العيال بتوع تالتة رابع بيجروا ورايا. بالذمه مش مكسوف من نفسك والعيال بتجري وراك؟ انت فهمت غلط، ده انا اللي بجري قدامهم. يا راجل فرقت بصراحه. وبتجري قدامهم ليه يا استاذ عبد الحميد؟ اصلهم كانوا بيلعبوا الفصل بتاع رابعه اول وانا كنت الحكم. حسبت انا بقى الفصل رابعه اول باليمين في وقت واحد، اتغاظوا وجري ورايا. بس انا ايه بقى؟ قطعت لك قلبهم، هتخبي وهم ورايا. رحت داخل الفصل ونط من فوق الدخل واستخبى في الغراب ويجروا ورايا. نطيت في الشباك هتجري في الحوش وهم ورايا. رحت داخل على الكانتين استخبيت في علب الشوكولاته وهم ورايا. نطيت جري. رحت عاوز انط من على السور، لقيت في السور اتارك انت عليته. ما انت اللي قلت لي علي السور يا استاذ عبد الحميد، ومع ذلك برضه الطلبه بتنط من فوقيه. ما انا نسيت اقول لك. ايه؟ بقف تحت اشبك لهم في ايديا كده وهم ينطوا. عبد الحميد يا عيرة مستنيينك بره، عبد الحميد يا عيرة مستنيينك بره. انا مش هخرج. ياه احداث مثيره قوي يا عمي، مثيره قوي. لا ما انا في الفضايح اعجبك قوي. المهم تعجب رئيس التحرير. انت عارف يا عمي عليا باريزة اول ما طلعت صورتها مع نجم السينما مرشدي رئيس التحرير نشر على طول. على فكرة انا ما بحبش الممثل ده، طول عمره يقف يستظرف قدام البنات. ليه؟ هو انت تعرفه يا عمي؟ ايه اللي اعرفه يا ابني؟ ده كان زميلي في ثانوي، ده احنا حتى كنا مسمينه بطاطا. يوه. ولا سيد السيد اللي بقى وزير دلوقتي كان بيسرق مني سندوتشاتي كل يوم، وكلكم بقى
وسعيد رمزي ده كوم تاني. الاعلامي الرياضي الكبير. انا كبير بلا صغير. امال لو شفت صورته وهو بالشرطه ابو رقعه، الرقعه كانت اكبر من الشرط. رقعه يا عمي. طبعا رقعه يا عمي. امال ايه؟ احنا كنا مسمينه كابتن ابو رقعه. ابو رقعه راح، ابو رقعه جه. يوه. نرجع بقى لمذكراتي. انا هحكي لك لما بقيت سكرتير مدرسه. بعدين خلينا بس في موضوع الاستاذ بطاطا ده. سيرته معسله زيك يا ملزق. ثانيه واحده. مع السلة زيك يا ملزق. ملزق وغبي.